تخيل كده تاخد موبايل بيديك شاشة هتقدم لك تجربة كويسة مع معالج قوي جدا مع بطارية وشحن سريع، الاتنين ممتازين. ولا اقول لك كفاية كده، خلينا نخش على طول على الفيديو. قبل اي حاجة حابب ارحب بيكم، يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم يا جماعة عن هاتف شاومي بوكو F5. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة كعادتنا في القناة. اي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هتتوضح لك بالتفصيل، ولكن قبل اي حاجة كده اللايك والاشتراك بتاعك الجميل، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. زي كل مرة نشوف تصميم الهاتف الأول، وتصميم الهاتف هنا يعني شكله حلو. هو ما فيهوش تدريجات ألوان والحاجات دي كتير، ولكن شكله بسيط، والبساطة دي مدياله جمال حلو. طبعا ده من وجهة نظري لأن هي وجهات نظر وأذواق. ظهر الهاتف بيجي من البلاستيك. على طول نشوف الشاشة هنا بتقدم ايه. الشاشة هنا جاية بحجم 6.67 بوصة بجودة فول اتش دي بلس بدقة 2400 في 1080 بكسل، وبتقدم لك معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل انش. ونوع الشاشة هنا اموليد، ومعدل تحديثها 120 هرتز، والشاشة بتدعم الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس، وسطوع الشاشة 1000 نتس. طيب بعد ما قلنا كل حاجة، الشاشة هنا عاملة ايه؟ الشاشة هنا الصراحة محترمة جدا وكويسة على فئة وسعر الهاتف. يعني تخيل معايا الشاشة بتقدم لك مميزات كتير زي الاتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن مع 120 هرتز وشاشة اموليد. هتعوز اكتر من كده؟ فحرفيا انت هتاخد من الشاشة تجربة ممتعة وممتازة بالنسبة لفئة الهاتف. بالنسبة لأداء الموبايل أو المعالج، الموبايل هنا بيقدم معالج هو سناب دراجون 7 بلس جين 2 اللي بيجي بدقة تصنيع 4 نانو، والمعالج ده قوي جدا، يعني بيتفوق على معالج سناب دراجون 888 بفرق كبير. المعالج هنا الصراحة على فئة وسعر الهاتف قوي جدا الصراحة. يعني شوف انت عايز تشغل ايه وهو هيشغله بكفاءة عالية قوي، يعني استخدام يومي، برامج تقيلة، ألعاب تقيلة، أي حاجة عموما عايز تشغلها في المعالج مش هيأثر فيها. كمان المعالج موفر للطاقة بشكل كبير علشان الأربعة نانو، فالمعالج هنا ممتاز بالنسبة للسعر اللي انت بتدفعه. الهاتف نزل بنسختين، واحدة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام. والهاتف هنا مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. الهاتف هنا جاي بكاميرا خلفية ثلاثية، الأولى 64 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي كاميرا ماكرو لتصوير التفاصيل من قريب جدا. والكاميرا الخلفية تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية، وكمان بتصور فول اتش دي 30 و60 و120 فريم في الثانية. والكاميرا الخلفية فيها تثبيت إلكتروني. أما بالنسبة لكاميرا الهاتف الأمامية فهي بتيجي 16 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 أو 60 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا شاومي بتقدم لك بطارية بحجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة جدا خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة بشكل كبير، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 67 واط، يعني تقدر تشحنها بالكامل في خلال 46 دقيقة فقط. الهاتف هيجي بالعلبة باندرويد 13. الهاتف بيدعم NFC. الهاتف بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز تدعم الاستيريو. الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس. الوان الجهاز هما الاسود والازرق والابيض، والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافه لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنه في اخر الصفحه. وقبل ما نخش على مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. نتكلم عن مميزات الهاتف، وطبعا المعالج هنا قوي وكويس على فئة الهاتف. برضو الشاشة حرفيا هتاخد منها تجربة ممتازة. البطارية مع الشحن السريع الاتنين ممتازين الصراحة. اما بالنسبة لعيوب الهاتف، فالهاتف مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن ده انا ما بعتبروش عيب كبير قوي بسبب ان مساحة الجهاز الداخلية حلوة 256 جيجا، يعني ما اعتقدش ان انت تحتاج كارت ميموري اصلا.
خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف، ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اللي هقولهم دلوقتي مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف تم اطلاقه في الخارج بسعر $365. السعر المتوقع في مصر 13,000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 1450 ريال. طيب كده كويس قوي. بعد ما عرفنا كل حاجة عن الهاتف وعرفنا السعر، خلينا نخش على مقارنة الهاتف. يعني ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟ عندنا هاتف اوبو A1 5G. الهاتف ده هو يعتبر اقرب منافس لهاتف شاومي بوكو F5. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف اوبو A1 5G. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة نقارن المعالجات، وهنا شاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 7 بلس جين 2، واوبو بيجي بمعالج سناب دراجون 695. وهنا طبعا معالج شاومي بيتفوق بفرق كبير كمان. شاومي بيجي بشاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، واوبو بيجي بشاشة اي بي اس ال سي دي بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. وطبعا هنا شاشة شاومي افضل. شاومي بيدعم NFC وفيه كاميرا زاوية واسعة، ولكن اوبو مش بيدعم NFC وبرضه ما فيهوش كاميرا زاويه واسعه، وهنا شاومي بتتفوق. الجهازين بيجوا ببطاريه 5000 ملي امبير، وهنا الاثنين زي بعض. الجهازين بيدعموا الشحن السريع بقوه 67 واط، وهنا الاثنين زي بعض. تعالوا بقى نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، ولكن خد بالك ان سعر الجهازين اسعار احنا متوقعينها لان الاثنين لسه ما نزلوش مصر. سعر شاومي المتوقع نسخه 256 جيجا مع 8 جيجا رام 13000 جنيه. سعر اوبو المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 12500 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو يا جماعة لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، وطبعا مستني اراءكم في هاتف شاومي بوكو F5. طبعا لو الفيديو عجبك او ما عجبكش اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس، واشوفكم في فيديوهات جايه.